تخيل ترجع بيتك النهارده، تفتح الباب تلاقي مراتك او والدتك او حتى اخوك، يعني نفس الوش ونفس الصوت كمان، بس انت متاكد ان الشخص ده مش هو، يعني دي نسخة تانية شبهها بالملي، والنسخة دي جاية علشان تراقبك وتتجسس عليك. المتلازمة دي اتعرفت باسم متلازمة كاباجراس، ودي اللحظة اللي عقلك بيقرر فيها يقطع سلك المشاعر. الموضوع مش مجرد خيال، دي حالة نادرة بتحصل لما الأسلاك اللي في مخك تقرر تلمس. الموضوع ببساطة انت مخك بيعمل حاجتين لما بيشوف حد بيحبه أو يعرفه. أول حاجة التعرف البصري، يعني ده وش فلان، وتاني حاجة التعرف العاطفي، يعني ده فلان اللي بحبه. اللي بيحصل بقى في المتلازمة دي ان الجزء المسؤول عن المشاعر بيتعطل، فبتشوف الوش فعلا بس ما بتحسش باي عاطفه ناحيته. فالموضوع ده بيورينا قد ايه احساسنا بالناس مش مجرد شكل خالص، لكن ربط عاطفي معقد جدا. والمخ هنا لما بيلعب في حته صغيره قوي ممكن يقلب اقرب الناس ليك غريبه عنك تماما. فيعني يا صاحبي، لو رجعت البيت ولقيت امك عامله لك اكل وانت عندك الاحساس ده، استهدى بالله كده وتاكد ان عقلك هو اللي ملمس، بدل ما تروح في داهيه وتخسر الغدوه. يا ريت لو حصلت معاك تقول لنا في الكومنتات.